ازيكم؟ انا اريج والنهارده هنقرا مع بعض The Serpent and the Wings of Ruin. لو ما شفتوش الفيديو اللي فات ارجعوا شوفوه لان الفيديو ده بيعتمد عليه. هحط لينك فوق وفي الديسكريبشن. هو كتاب فانتسي رومانس. هي البرومبت التانية اللي المفروض اقراها عشان اعرف اخلص الريدنج ماراثون المره دي. كان البرومبت بتاعته ان انا اقرا كتاب فيه خريطه. هو بيتكلم عن بنت بشريه زينا عايشه في قاره كلها مسيطر عليها مصاصين الدماء، وهي طول الوقت حاسه ان هي مش كفء ان هي تكون في مستوى مصاصين الدماء دول، وهي تعتبر البنت المتبناه لملك المملكه اللي هم عايشين فيها، وانتشلها من حرب، وكانت هي الوحيده اللي عايشه وخدها عنده المملكه ورباها لحد ما كبرت. وهي قررت ان هي عايزه تدخل مسابقه معينه بتحصل كل 100 سنه في المملكه دي، عشان لو كسبت في المسابقه من حقها ان هي تتمنى اي امنيه هي عايزاها وتتحقق لها. وهي كانت عايزه تتمنى امنيه معينه تخليها تقدر تبقى بنفس قوه مصاصين الدماء اللي حواليها. الانترو دي متصوره بعد الكليبس اللي انا قريت فيها الكتاب اصلا. النهارده العيد، كل سنه وانتم طيبين. ففي الكليبس الجايه هتشوفوا رايي وانا بقرا، وهتشوفوا برضو كنت بعمل انبوكسنج لكندل بيبر وايت طلبته في الفتره اللي فاتت، وهندردش مع بعض شويه عن الحاجات اللي حصلت في اخر فتره في رمضان. هكلمكم شويه عن The Serpent and the Wings of Ruin وانا بفتح الطرد ده من امازون. طرد العلبه. مش حاسه ان عندي كلام كتير قوي اقوله. هو طريقه الكتابه حلوه، بس المؤلفين بتوع الهاي فانتسي اللي بقوا بيكتبوا سيلف ببلشد بوكس او اندي ببلشد بوكس، اللي هي الكتب اللي مش منشوره تقليديا بدار نشر كبيره وكده، فبيبقى في طبعا يعني في ليميتيشنز معينه في دور النشر العاديه اللي هي التراديشنالي ببلشد بوكس، مش بتبقى موجودة في الكتب اللي منشورة اللي شخص نشرها بنفسه أو نشرها independently. فالحاجات دي بقى بتبان في حاجات صغيرة زي الفورمات أو الإديتنج بتاع الكلام أو الدايالوج، فبنبدأ نلاقي حاجات زي إن هما يقعدوا يشتموا كتير أوي. كل أفكارهم حتى الانر مونولوج بتاعهم وهما بيتكلموا قاعدين بيشتموا فيه برضو. حاجة كمان مش بفهم ليه المؤلفين بيحسوا انها فكره كويسه ان هم يقدموا شخصيه في الاول وبعد تشابتر مثلا يقتلوها. يعني انا ما لحقتش اتعاطف مع الشخصيه. هي الشخصيه دي غالبا لما بتموت بتكون كانت بتمثل حاجه كبيره قوي للشخصيه الرئيسيه، والمفروض ان احنا نتفهم ده. يعني انا لسه حرفيا مقابله الشخصيه وما اعرفش عنها اي حاجه وفجاه ماتت، والمفروض بقى ان انا اقعد امر بمراحل جريف مع الشخصيه الرئيسيه عشان هي بتمر بنفس المراحل دي تجاه حد احنا اصلا ما نعرفوش. وكمان انا مش مهتمه بيك للدرجه، يعني انا لسه مقابلك دلوقتي برضو هزعل على زعلك ليه؟ المؤلفين بيحسوا ان دي طريقه مثلا ان هم يكونوا عايزين يقدموا حاجات معينه من الورلد بيلدينج فيها او الداينامكس بتاعه المملكه مثلا اللي احنا فيها. اوقات كتير بتعدي لان احنا مش بنكون قادرين نتعاطف اصلا مع الشخص اللي مات ده اللي جوه. مش عارفه ايه الكرتونه دي كلها بصراحه. ده كندل بيبر وايت، لونه اسود، 32 جيجا بايت. كان نازل عليه سيل، فحسيت ان ده الوقت المناسب اللي انا ممكن اجيبه فيه، خصوصا بعد ان اسعار الكتب بقت خرافيه. كمان البيبر باك مش الهارد كفر، يعني مش بجيب بقى سبيشال اديشنز وحاجات فانسي وكده وبتبقى فلوس كتير، لا، ابسط كتب في العالم بقت باسعار فلكيه. فحاسه ان انا هبدا بوك باينج بان لفتره طويله لحد ما نشوف الاسعار دي ممكن تتحسن او لا. وخلال الوقت ده يعني انا هعتمد بقى على الاي ريدر. وانا مش فان قوي الاي ريدرز بصراحه، بس يعني انا اكتشفت ان مؤخرا اغلب قرايتي بقت بتعتمد على الاي بوبز. بدات احس ان المكتبه بتاعتي مش بتمثلني انا كبني ادم، لان الحاجات اللي موجوده عليها مش اغلبها كتب مفضله بالنسبه لي، هي كتب مجرد انا سمعت عنها واشتريتها وبعد ما قريتها ممكن تكون عجبتني او ما عجبتنيش. فبدات احس ان انا عايزه مكتبتي تكون بتمثلني اكتر من كده، وان كل الكتب اللي عليها تكون كتب انا فعلا عايزاها وحباها وعايزه احتفظ بيها. فبقيتش عايزه اجيب كتب عمال على بطال، بقيت عايزه اجيب بس الكتب اللي انا بحبها. اغلب الوقت بقيت لازم اقرا الكتاب الاول ديجيتالي، وبعد ما اشوف هو عجبني ولا لا اقرر انا هشتريه بعد كده ولا لا. الكتابه انا قلت ان هي فعلا حلوه، بس معرفش يمكن عشان انا بقالي فتره كبيره قوي بقرا رومانس وبعد كده فجاه قررت ان انا هقرا فانتسي. هي فانتسي رومانس، بس بيبقى في طريقه كتابه معينه في الفانتسي كده بتخلي الواحد يحس ان هو في عالم تاني، سوري، وبتحتاج وقت طويل عشان نعرف ندخل في المود.
حتى لو هي برضو فانتسي رومانس، بس دايما طريقه كتابه الفانتسي بتستخدم مصطلحات مختلفه وبتستخدم عصر زمني مختلف، فالكلام بيبقى اصعب في القرايه. كمان الاحداث اللي بتحصل فيها برضو بتبقى اتقل شويه. بس هي طريقه الكتابه بصراحه في الكتاب ده حسيت ان هي برضو مش سهل ان الواحد يدخل في المود بتاعها. هي محتاجه 10-15% من الكتاب نكون قريناه عشان نحس ان احنا عارفين ندخل في المود. دي الكونتنتس. مش عارفه، انا حاسه ان هو اصغر او اكبر مما توقعت بصراحه. يعني انا عارفه ان 6.8 انشز ده مش كبير قوي، يعني انا الموبايل بتاعي 6.4 انشز، فمش عارفه، مش حاسه الفرق كبير. هو يمكن الواتس بتاعه هو الاكبر. طبعا ما فيش ريحه الكتب واحساس الكتاب الفيزيكال في ايدك في التجارب دي. الورلد بيلدينج خد وقت كبير قوي عشان نعرف نفهمه. هو كويس بس خد وقت كبير عشان يعرف يبيلد اب لحاجه بسيطه كانت ممكن تتشرح في صفحتين، بس خدت وقت كبير قوي. انا مقدره ان هي عايزه تخلي الورلد بيلدينج متقسم على العالم، تناش كده بلوك معلومات عن كل حاجه، بس برضه هو كان ممكن ياخد وقت اقل من كده. في حاجات عرفتها عن شخصيات في 200 صفحه في الكتاب. طب دي معلومات كنت انا محتاجه اعرفها من الاول. يعني انا كنت محتاجه اعرف المعلومات دي اول ما قابلت الشخصيه، بدل ما انا كنت عماله اتخيلها بطريقه معينه في دماغي وبعد كده فجاه لقيتها بشكل تاني خالص. هو انا مش فاهمه ايه ايه الحاجه البيضه اللي هنا دي. يعني هو كاتب دوس باور، بس انا مش عارفه هل لو دوست باور هتختفي ولا المفروض اشيل ورقه. انا بومر قوي، انا اسفه، انا عارفه. ويو اس بي سي كمان، ودي حاجه حلوه قوي. كان حد من صحابي ريكومندد كيندل بيبر وايت عن كيندل العادي، قالوا ان هو اكبر شويه وفي ميزه كويسه قوي ان هو ووتر بروف. هو مش ووتر بروف، هو ووتر ريزيستنت، يعني هو بيحاول، وان هو فيه الورم سيتنج. وبصراحه انا مش فاهمه ليه مش كل الكيندلز فيهم ورم سيتنج. يعني اعتقد ان الورم سيتنج دي من ابسط الحاجات اللي موجوده في اي اي ريدر اصلا. يعني انا لو حملت اي اي ريدر على الموبايل بتاعي هيبقى فيه ورم سيتنج عادي. ليه ادفع فلوس زياده في واحد مختلف عشان يبقى فيه ورم سيتنج، مع ان هو المفروض كان يبقى موجود اصلا من الاول. طلع بيشتغل فعلا. بعدين طيب، يمكن من اكبر نقاط القوه في القصه دي هي الديالوج بتاعها بصراحه. في الفانتسي بعدي حوار الديالوج ده، او يمكن اصلا ما يبقاش فيه ديالوج كتير، لان بحس ان اغلب الوقت بنقضيه في العالم ده نفسه وفي الاحداث اللي بتحصل، لدرجه ان هو نادرا ما بنشوفهم بيتكلموا مع بعض اصلا. الديالوج ما بين الفيميل مين كاركتر والميل مين كاركتر كان حلو قوي. بيسالني اختار اللانجوج، حاسه التاتش غريب، وبيسالني عايز يونايتد كينجدم ولا يونايتد ستيتس. انا يونايتد كينجدم اول ذا واي. هو ده شكله وهو بيحمل. كمان الميل لاف انترست لايكابل جدا، يعني هو شخصيه كويسه جدا وظريف ودمه خفيف وفعلا شخص ريسبونسبل، ومش الشخص اللي هو بنسميه كاكي اللي هو بيقعد يتمنظر ويعمل نفسه جامد وهو مش جامد. او هو غالبا في الكتب دي بيبقى عامل نفسه جامد وهو جامد فعلا، بس لا هو جامد بس مش بيشو اوف. هو كمان جاي معاه يوزر مانيوال ويو اس بي سي اليو اس بي كيبل. هو معهوش تشارجر، يعني انا كنت فاكره ان هو معاه تشارجر بس هو معاه الكيبل بس. اللي غريبه ان هو 54%، يعني هو لسه مفتوح دلوقتي والباتري بتاعته 54%. حاسه الديسبلاي بتاعه غريب قوي لدرجه ان انا حاسه ان يعني انا مش ماسكه كيندل، انا ماسكه كتاب بجد. مش عارفه هي حاجه حلوه ولا حاجه وحشه. اظن ان هي حاجه حلوه لان انا حاسه ان انا ماسكه كتاب بجد، بس انا حاسه ان الكلام المكتوب مش تاتشبل اصلا. يعني لو انا دوست كده مش حاسه ان هو هيشتغل بجد، بس الاقيه بيشتغل فعلا. في حاجه من كليشيه بتحصل كتير في اغلب كتب الفانتسي وبتضايقني قوي بصراحه. شخصيه رئيسيه بتحتاج حد يساعدها. هي في الغالب كل ما تتحط في موقف صعب بتحتاج الميل لاف انترست ان هو يساعدها، ومفروض ان دي شخصيه ريبريزنتد ان هي شخصيه اندبندنت وقويه ومفيش زيها. وفي الاخر كل ما تتحط في موقف صعب لازم الميل اوف انترست يجي على الوايت هورس بتاعه الشاينينج ارمور بتاعه وينقذها عشان هي مش عارفه تنقذ نفسها لوحدها. حاجه معصباني قوي 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 بقى، ليه الكتاب ده فيه الجمله بتاعت لايك وات يو سي. انا حاسه انها بتطاردني. يعني انا قلت رومانس ماشي، كليشيه ماشي، زعلت لما لقيتها بس عديتها. ليه بقى كتاب فانتسي رومانس يبقى فيه لايك وات يو سي؟ هو رومانس بس فانتسي، كتاب فانتسي. بيسالني عايزه يبقى تشايلد فريندلي ولا لا. بيسالني على الجود ريدز اكاونت، ودي حاجه حلوه قوي. انا اكتشفت دلوقتي اني مش فاكره الجود ريدز اكاونت بتاعي. بصوا، وبس في حاجه انا مستغرباها، هو ليه كل حاجه ابيض واسود؟ هي كل حاجه تبقى ابيض واسود؟ نخلي فيه ايه اول كتاب هنا؟ استنوا، اوكي انا حطيت اول كتاب اهو. حسيت ان ده الاختيار الوحيد المناسب بصراحه. بما ان انا قربت اخلص اول كتاب وبالريتم اللي احنا ماشيين بيه ده، فانا غالبا هبقى عايزه اقرا تاني كتاب. هو اصلا لسه نازل امبارح او النهارده تقريبا. التاتش حاساه يمكن عشان انا مش متعوده عليه، بس حاسه السنسيتيفيتي تقيله شويه. مش عارفه، هشوف لو ممكن ازودها. في كمان سيتنج هنا ان احنا ممكن نحط تايمر لو احنا عايزينه ينقل ما بين اللايت والدارك مود. هو للاسف طلع ما فيش طريقه نغير بيها السنسيتيفيتي، بس لقيت حاجه جامده قوي، الدارك مود.
بصوا شكله حلو قوي. هو فيه وارمث فعلا ودي حاجه كويسه قوي، اللي هي زي البلو لايت فلتر في الموبايلات. هو يمكن متضايقه شويه من كام حاجه كده، التاتش سنسيتيفيتي بتاعته انا مش متعوده عليها قوي. برده حته ان انا لو دوست في اي حته في الشاشه بيقلب للصفحه اللي بعدها، يعني دي حاجه انا مش متعوده عليها بصراحه، يعني عاده بعمل سوايب. فحوار بقى الالوان ده انا هحاول ادور فيه، مشاكل العالم اول قوي، بس انا بحب اتفرج على الكفرز بتاعتي بالالوان بتاعتها الحقيقيه. هخلص الكتاب بقى واجي لكم. دي شوكولاته كواليتي ستريت، انا ما اكلتش كواليتي ستريت قبل كده، فكنت بفكر ان احنا ممكن كل كتاب اقراه اجرب واحده يكون لونها لايق مع كفر الكتاب اللي انا قريته. انا مش عارفه اعملها ازاي بصراحه، حاسه ان الموف ده اكتر واحد قريب للسيربنت اند ذا وينجز اوف نايت، مع ان هو ملوش علاقه بالكفر بصراحه. درجه البيربل دي قريبه قوي من الفايب بتاع ضلمه والنايت، بس هجربها لما اخلص الكتاب في الاخر. في بقى برضو terms and conditions، هو كان لون الكفر اخضر، دي الوحيده الخضراء اللي موجوده. انا مش عارفه هم ايه الفليفرز بتاعتهم. حاساها بيسك قوي، مش حاسه ان في حاجه معاها. ممكن تكون دي الاوريجينال، انا مش احسن حد في الاطعمه والحاجات دي، بس هي عاديه يعني، مش حاسه انها فظيعه. يعني انا اجيب كادبري على دي اي يوم بصراحه. من الاخر الفيديو هو يعتبر نفس الافكار اللي انا اتكلمت عنها في الاول. هو الكتاب مش اوريجينال، والترايلز والمسابقات اللي حصلت مش اوريجينال، بس مش دايما كل الناس لازم تعمل فكره اوريجينال عشان تقدر تطبقها كويس، خصوصا ان احنا عايشين في عالم منتج بشكل كبير. الفتره اللي احنا وصلنا لها دي بقى صعب جدا ان احنا اصلا نقدر نحقق افكار اوريجينال، لان كل حاجه هتكون اتهرست واتعملت قبل كده مليون مره. هي الفكره بس دلوقتي هي بتطبق ازاي، وحقيقي كراسه برودبنت طبقتها حلوه قوي. البيسنج بتاع الكتاب كان احداث على طول، عمري ما حسيت ان انا زهقانه، مع ان دي مشكله بتواجهني كتير جدا في اغلب الكتب الفانتسي، ان اوقات كتير في النص بحس ان مفيش حاجه بتحصل، او مثلا بيركزوا اكتر على الورلد بيلدينج وان احنا نبدا نبني عالم، فبيبدا البلوت يبقى بطيء قوي في الفترات دي. هنا ما كانش بطيء خالص، بالعكس، ده لما مره كده قرروا ان هم ياخدوا بريك من كل الاكشن اللي بيحصل ويرتاحوا شويه، انا كنت حاسه انا مستغربه. كان في بلوت تويستس في اخر 50 صفحه، ما اتخدعتش مره ولا مرتين، 3 مرات. بيؤرقني طول الكتاب فكره ان انا عارفه ان ده الكتاب الاول في السلسله، وان انا ممكن يعجبني الكتاب الاولاني عشان هو ماشي على ستراكشر معين، اللي هو ان يبقى فيه مسابقات او ترايلز كتير بتحصل ورا بعض. حسيت ان انا كنت كونكتد للقصه بسبب الترايلز دي او بسبب الستراكشر بتاع القصه دي، وطبيعي الاجزاء الجايه من الكتاب مش هيكون فيها نفس الاحداث دي، مش هنمر ترايلز بقى، لا احنا هنشوف بلوت جديد، ان احنا نبدا نبني على الحاجات اللي وصلنا لها في اخر الكتاب الاولاني، فالستراكشر بتاع القصه هيبدا يتغير. ما ببقاش عارفه بقى انا لو نقلت على الكتب اللي بعد كده هتعجبني برضو زي ما عجبني الكتاب الاولاني. انا طبعا مش هقدر احرق اللي حصل في الاخر اللي هيوصلنا للكتاب التاني، بس احب اقول لكم ان التروبس اللي هتبقى في الكتاب التاني هتبقى احسن مليون مره من الكتاب الاولاني. للاسف مش هعرف اقراه غير لما اخلص الريداثون ده عشان ما فيش وقت، بس هبقى مبسوطه ان انا اعمله فلوج برضو بعد كده لما ابدا اقراه واتكلم عنه معاكم. نجرب بقى الكواليتي ستريت، اتمنى ان هي يكون طعمها بنفس كواليتي الكتاب. لونها مديني احساس ان هي ممكن يكون فيها توت. محشيه حاجه بس مش عارفه احدد محشيه ايه. التانية كانت احلى بصراحه. بس ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك للفيديو لو ما عملتوش، تعملوا لي فولو على الانستجرام، هحط اللينك تحت. كل سنه وانتم طيبين، واشوفكم الفيديو الجاي.